مساء الخير عليكم، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. على بالي يعني مازال عندكم الحلوى تاع العيد ومازال كاين بزاف لي كرهوا تاع درنا حلوة العيد، ما وليناش نحبوا نزيدو نديرو دوكا كامل كاطو. مي قلت نتقاسم معكم هاد الوصفه تاع الصابلي اللي كنت انا درتها للعيد وما كفانيش الوقت نحطها لكم. الوصفه تاعنا واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو 250 غرام تاع مارغرين تكون بدرجة حرارة الغرفة. درت لها 4 كاس تاع الزيت، درت ندير معها 2 صفار بيض وبيضة كاملة، 2 ملاعق كبار مايزينا. هنا عندي اللوز كنت ديجا يعني عندي من قبل، تحبوا ديروه تحبوا تستغناو عليه. عندي كاس ناقص اصبع تاع سكر غلاس ولافاني، وعندي هنا كولون اليمونتير اخضر باسكو راح ندير العجينه تاعي نص بيستاش والنص راح نديرو عادي يعني فاني. هنا مع الاول نخلطوا مليح الزيت تاعنا مع لا مارغرين. هنا مع الاول كنت نخلط بلا سباتول. لا مارغرين تاعكم لازم تكون نوعيه مليحه وتكون بدرجه حراره الغرفه هكا باش تخلط لكم مليح. ضفت عليهم سكر غلاس وقعدت نخلط كيما راكم تشوفوا هنا بالفوي. تحبوا تستعملوا الباتور استعملوا، انا الفوي هنا كفاني باسكو لا مارغرين اللي خدمت بها كانت مليحه. نضيف هنايا ملعقه تاع لافاني، ملعقه نضيف ملعقه كبيره، ونضيف 2 ملاعق برك تاع لا مايزينا باسكو ديجا درنا الزيت باش ما تجيناش بزاف الصابلي تاعنا مبسس. كما تعرفوا الزيت هنا راهو يعني يقوم كشغل بالدور تاع لا مايزينا. نخلطوا هنا المكونات تاعنا مليح مليح. انا هنا العجينه تاعي راح نقسمها على 2. واش راح ندير؟ يعني مع الاول ندير شويه تاع الفارينه وندير ملعقه كما راكم تشوفوا هنا صغيره تاع خميره الحلويات، ما نعمرهاش مليح يعني نسي نديرها شويه حوالي يعني 5 غرامات برك هكذا باش ما يروحليش الشكل تاعي تاع الصابلي. نخلط مع الاول مليح يعني نخلطهم. شوفوا كما راكم تشوفوا هنا يكونوا عندي شويه يعني الكريمه. واش ندير في هذه المرحله؟ راح نقسم العجينه تاعي على 2. وحده راح ندير فيها هذاك اللوز اللي كان محمص ومرحي، ولا تحبوا ديروها يعني بالكاوكاو ولا نتوما واش حبيتوا. هنا راني نزيد غير شويه فارينه، يعني ما نخلوهاش ما نديرولهاش الفارينه حتى نشفوها، غير نحسوها يعني غير شويه مازالها تلصق في اليد. نقسموا العجينه تاعنا على 2 كما راكم تشوفوا هنا. بديت ضميت كي قسمتها على 2 نحيت شويه ودرت لها هنا هذاك اللوز محمص ومرحي. هنا تحبوا ديروا كاوكاو محمص ديروا، تحبوا تخلوها عجينه كامل بيضه تخلوها. انا برك حبيت نقسمها على 2. تحبوا ديروها على 3 ديروا نص غوز ولا نتوما واش حبيتوا. النص تاني هنا كانت عندي بودرة البيستاش، كنت تاني استعملتها في واحد الحلوى وخليتها يعني قعد لي هذاك غربلتها قعد لي هذيك لابودر درتها وضفت معاها كولورون فيغ بيستاش اللي كنت خلطته بشويه تاع المزهر ولا تاع الماء. نتوما واش حبيتوا، الا كان يعني مزهر قاصح دو بريفيرونس ديروها بالماء باش ما يقتلكمش يعني لو غو تاع الصابلي تاعكم. هنا استعملت هاد طوابع اللي كما تعرفوا كل خضره راهم يخرجوا اشكال وانواع تاع الطابع، يعني كل عيد كل عام تقريبا راهم يخرجوا طوابع جدد. انا هادو عجبوني باسكو صغيورين يعني تقريبا تقدروا تقولوا عليهم راهم داخلين في المينياتور. حليت العجينه تاعي بسمك 1 سنتيمتر ولا 0.5 سنتيمتر، ما تحلوهاش بزاف خشينه وما تحلوهاش بزاف يعني رقيقه. جهه واحده كما راكم تشوفوا سامبل، والجهه الدوزيام راح تكون كما نقولوا حنايا منقوشه، راح تعطيكم الشكل. هنا في الاول شوفوا بدات تلصق لي، من بعد واش درتو غير شويه في الفارينه وبديت نشكل فيه. كنت الفور تاعي سخن على 160 درجه، حطيت الصابلي تاعي يطيب كما راكم تشوفوا. هنا الصابلي تاعي ما درتلوش الخميره بزاف،
شوفوا الشكل تاعو قعد هو وجا شباب. لصقت حبه مع حبه بالمعجون. كاين اللي درت لهم من الفوق لي زاموندي فيلي، تحبوا ديروه قبل طياب ولا مور طياب، يعني قبل طياب لصقتوه تلصقوه بالبلون دوف، ومور طياب تلصقوه بلا جولي. واللوز تاعكم بيان سور يكون محمص الى مور طياب، يعني الى قبل طياب لا ما يكونش محمص باسكو يزيد يحمر. كما تعرفوا اللوز فيلي تمتم يحمر لكم في الفوق. بعد ما لصقتهم نروحوا للمعجون اللي حنحطوه في الوسط. انا هنا المعجون تاعي كاين بزاف اللي كيكونوا رايحين يديروا المعجون يقول لك كي ندير المعجون يفيض لي داخل الصابلي ولا يشربوا الصابلي. نتوما واش ديروا المعجون لازم تغلوه حوالي 5 دقائق، يعني خلوه يرفد الغليه هذيك مليح، وديروا له الكولورون اللي حبيتو. ومن بعد وهو سخون حطوه في هذاك الفيد اللي يكون عندنا في وسط الصابلي. نقدر ترشه خفيفه، يعني دائما كي تكونوا حين ديروا سكر غلاس من الفوق، كاين اللي يدير له من الفوق غير سكر غلاس ولا ديروا نص بنص. يعني هذا المعجون اللي نكونوا حين نديروه في الوسط بعد ما نكملوا كامل لا ديكوراسيون تاعنا، يعني نرشوا هذاك السكر غلاس كي نكملوا كامل باش نحطوا هذا المعجون في الوسط، يعني باش ما يخسرناش لا ديكوراسيون تاع الصابلي. وانا هنا كنت خدمت انا كميه بالعيد. واش درت؟ حطيتها في بواط مليحه باش ما يتنداش، باش ما يعني ما يخسر ليش. درت مع حجره تاع السكر باش يكون ما تكونش فيه هذيك لوميديتي، هذيك الحجره هي اللي راح ترفد لوميديتي ويقعد لكم كروستيون يعني ويكون طري. فوالا هذا هو الصابلي تاعي اللي كنت حضرته. كيما راكم تشوفوا نص درت له شويه نوات كوكو على لي كوتي، ونص درت له شويه بيستاش هذاك الخضر، واللي درت له اللوز افيلي. يعني نتوما واش كان عندكم يعني نتوما واش امكانياتكم اللي تكونوا حين تشبحوا بهم الصابلي تاعكم، تحبوا ديروه عادي كيما تاع بكري، المهم صح في العجينه ماشي في لا ديكوراسيون. فوالا هذه هي حلوتنا، هذه هي وصفتنا. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها. الا جربتوها ما تنساوش تشاركوني في التعليقات، ونتلاقاو في فيديو اخر، وسلام.